هذه القصيدة كتب كلماتها أبو فاطمة، يشرح خلافها الحاصل مع أنسابه، والقصيدة تحكي وتعبر بما فيها. أداء الشاعر أيمن هيثم. يلا قال ابو فاطمة بفتح صفحة القايمة، اي والله جاءت اللحظة الحاسمة في تحديد مجرى الامور. ناصبت الرجال الجياد واحنا من شيوخ البلاد، والنسبة سكنها الفؤاد وسط القلب عمق السطور. اي والله ناصبت الرجال الجياد واحنا من شيوخ البلاد، والنسبة سكنها الفؤاد وسط القلب عمق السطور. النسبة مثيل العيون لهانت ولا احنا نهون، والغالي لها بايصون يراعي جروح الشعور. من يجرح شعور النسام يتخالف شروع العرب، من قال ما علي عتاب قلل هيبته والحضور. هذا فصل كله ألم الثاني مواجع وهم، يوم جا عمي المحترم لبيتي وزاد النفور. دون ابني أخذ زوجتي ما عاد عبروا كلمتي، واحرمني عيون ابنتي راعوا لقلبي شعور. وانا محترم قدرهم ووسط العين سكنتهم، لكن ما حدا منهم قدرني بهذا الامور. اي والله الله يعين. وانا محترم قدرهم وسط العين سكنتهم، اي والله لكن ما حدا منهم قدرني بهذا الامور. ما حد قد حسب لي حساب، ناديت ما جا جواب، صكوا بيننا كل باب ما عاد شفت فرحة ونوم. شلوا زوجتي والمنام اليوم قاطعين الوصال، والأوجاع من كل حال لكن عادي قلبي صبور. عمي بين كل الأنام يجرحني في أقسى كلام، كلماته مثيل السهام تدق ضيقتي والكسور. أم الزوجة الوافية كانت طيبة غالية، واليوم نفسها جافية حولي بالمواجع تدور. واخوان المراه بالجروح صابوني وقلبي سموح، لكن الأثر ما يروح يبقى طوال الدهور. ينصابي كفانا عذاب واحنا أهل وغلا قراب، يكفينا الجفا والغياب يكفي طعن خلف الظهور. ينصابي كفانا عذاب واحنا أهل وغلا قراب، يكفينا الجفا والغياب يكفي طعن خلف الظهور. أنت أمي يا خالتي يا عم، وانت لي والدي، وانسابي مثيل اخوتي، والزوجة في البيت نور. ما بترك ابد زوجتي، هي روحي وهي راحتي، واغلى شخص في دنيتي وعيادي وكل السرور. يا ام فاطمة لا يهون يا سراج العيون، دنيا والمشاكل تكون لكن الوفاء ما يبون. ينصابي بكل احترام حطوا للقرابة مقام، قلبي عزكم باهتمام ما ودي تضيق السطور. ينصابي بكل احترام حطوا للقرابة مقام، قلبي عزكم باهتمام ما ودي تضيق السطور. قلبي بالقرابة وفي لكن اكتفى يكتفي، ما برتد في موقفي وطاحت جبال الصخور. والختم الصلاة للحبيب مرسول العظيم الحسيب، من يذكر نبي يحيي الطيب المختار بدر البدور.